السلام عليكم. فيديو النهارده مميز جدا. النهارده هنعمل الجلاش باسهل طريقه. شايفين المنظر بتاعه كده؟ حاجه ما شاء الله تستاهل بقكم. بجد حاجه كده تحفه بجد. شايفين المنظر من لفه جلاش؟ طلعنا الكميه ديت وطلعنا كمان يعني طبق، وكمان الجلاش بتاعنا مقرمش وكده. حاجه كيوت، حاجه صغيره كده، حاجه تستاهل بقكم بجد. شايفين المنظر بتاعه بيقرمش من جوه ومن بره بجد كده. يعني صوت القرمشة واو روعة بجد، والطعم كمان احلى من اللي بنجيبه من بره مليون مرة. بلفة جلاش هنطلع اكبر كمية من الجلاش. معايا هنا لفة جلاش يا ست الكل زي ما اتعودنا. لو عندك جلاش مجمد تقدري ان انت تطلعيه، لو عندك جلاش طازة تقدري ان انت يعني تستخدميه. احنا النهاردة مش هنقف على حاجة. يعني الجلاش معانا هنا بسبب ارتفاع اسعار السكر، الجلاش يعني اسعاره رخصت شوية. يعني النص كيلو ده ب10 جنيه تقدري انت تعمليه وتفرحي اولادك بيها. مش هنستهلك سكر كتير، لا هنظبط يعني هنظبط السكر بتاعنا وهنظبط كل حاجة بحيث ان احنا ما نحرمش اولادنا من اي حاجة نفسهم فيها. طبعا احنا دخلنا فصل الشتاء، طول ما احنا قاعدين عايزين اي حاجة فيها سكر. يا ماما عايزين حلويات، يا ماما عايزين اي حاجة تدفي البيت كده طول ما احنا قاعدين، وحاجة كده واحنا بنذاكر. فالنهاردة يعني دي جريمة اخر الليل يعني اللي انا عملتها، وداعا بقى للدايت والرجيم. هنعمل النهاردة، هنكسر كل الحواجز. انا هنا جبت لفة جلاش، هبتدي ان انا اقطعها كده قد بعضها، اقطعها اقسمها على 3، وابتدي ان انا الفها فوطة كده. واجيب هنا معايا كوباية من الفول السوداني ونص كوباية من جوز الهند. لو متواجد عندك تقدري تستخدمي، مش متواجد وعندك يعني كنافة تقدري انت تحطي كنافة فيها من الحشوة تبدليها بالكنافة او مكسرات المتواجدة عندك. هنا طبعا بمناسبة ان السكر غالي ست الكل، فمش هنستخدم سكر كتير، هنخلي السكر بتاعنا مظبوط. هستخدم هنا كوباية ونص من السكر، عليهم كوبايتين من المية. انا هنا مش عايزة السكر بتاعي يعني يجزع النفس، لا عايزة السكر بتاعي يكون ايه مظبوط، لان في يعني في ناس بتحب السكر بتاعها يبقى مظبوط، لا هو مسكر قوي ولا هو دلع قوي. طبعا جهزنا السيرم بتاعنا وهنرفعه على النار. كوباية ونص من السكر، عليهم كوبايتين من المية، عليهم عصير نص ليمونة، عليهم باكت من الفانيليا. نرفعهم لمدة 8 دقايق. لو عندك عسل كلوكوز تقدري ان انت تحطي، مش متواجد عندك ما تحطيش. هنا طبعا بعد كده بستخدم الجلاش بتاعي زي ما اتفقنا نلفه بالفوطة، وبستخدم طبقتين طبقتين. بجيب الطبقة الأولى، وطبعا هنا أنا كل اللي استخدمته في الوصفة نص كوباية من الزبدة أو السمنة، وعليها ربع كوباية من الزيت. يعني دي كل اللي أنا استخدمته في الوصفة، ربع كوباية من الزيت علشان تديكي القرمشة ان هو يبقى مقرمش معاكي، ونص كوباية من الزبدة علشان او السمنة علشان التوريقة. وطبعا الحشوة بتاعتنا بنفردها بالطول كده. طبعا وانتوا فاكرين المروحة اللي كنا بنبقى قاعدين في الديسك كده وقاعدين نهوى على نفسنا بيها، فبنعملها بأسهل طريقة. في الوقت ده تقدري انت ترصيه بالطول كده في الصاج، او تعمليه زي الحجاب كده، او ممكن تعمليه زي البونبوناية كده. المهم اللفة اللي تريحك. انا بشوف ان اللفة دي الحجاب ده او الشكل ده يعني حاجة صغيرة كده، والقطع على قد الطفل ان هو ياخدها ياكلها مرة واحدة، مش يقطم ويرمي. يعني ده مش وقت ان احنا نقطم ونرمي، ده وقت يعني ان الطفل ياخد الحاجة ياكلها على بعضها. والوقت صعب، فعايزين بصوا ما نحرمهمش من حاجة، بل نعمل لهم كل اللي نفسهم فيه، بس برضك على قد امكانياتنا. طبعا احنا لو خرجنا اشترينا من بره، ما شاء الله الاسعار دلوقتي بقت فوق الوصف بشوية. فهنا في البيت هنحاول ان احنا بقدر الامكان نعمل لهم كده حاجة يعني حاجة حلوة وهم بيحبوها كمان، وكمان نفرحهم كده ونشجعهم على المذاكرة، علشان طبعا احنا داخلين على امتحانات شهر، وبعد امتحانات الشهر كمان هندخل على امتحانات نص السنة. فعايزين نشجعهم على المذاكرة من كتر الاكتئاب اللي احنا جبناه لهم. ذاكروا ذاكروا ذاكروا، فعايزين اي حاجة ترفع من روحهم المعنوية شوية. طبعا زي ما اتفقنا شغالين دهنا الصاج بتاعنا بالزبدة او السمنة. تقدري ان انت تستخدمي المتواجد في بيتك. يعني انا مش بحدد لك حاجة ان انت تستخدميها،
متواجد عندك زبدة تقدري تستخدمي، متواجد عندك سمنة تقدري تستخدمي، الحاجة اللي تريحك ومتوفرة في بيتك. متواجد عندك مكسرات حطي، مش متواجد عندك غير جوز هند حطي او سوداني حطي، كنافة حطي، اللي يريحك والمتواجد عندك في بيتك. انا بقولك يعني احنا مش عايزين نحرم اولادنا، بل عايزين يعني نديهم حاجة حلوة وبأقل المكونات وأقل التكاليف. نحاول بقدر الإمكان إن احنا برضو يعني في ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها ما نحرمهمش من حاجة. طبعا يعني ربنا عالم بالأيام اللي جاية شكلها ايه عليهم، فيعني يمكن احنا اتدلعنا في الجيل بتاعنا، انما هو الجيل بتاعهم ما شاء الله يعني كله مبشرات. فعايزين كده نشجعهم ونعمل لهم اللي نفسهم فيه بقدر الامكان وما نحرمهمش من حاجة. بنبتدي شغالين كده لغايه ما بنخلص الكميه بتاعتنا، وطبعا بقفلها من الجنب ده والجنب ده. وطبعا زي ما انتم شايفين كده يعني القطعه حاجه كده كيوت، حاجه كده صغيره. بخلص الكميه طبعا، والفرشه هنا بتوزع معانا الدهون بتاعتنا، الزبده او السمنه اللي هتستخدميه بمنتهى السهوله. وايدينا طبعا يعني ايه، في اول واحده كده تلاقينا ماشيين براحتنا، تاني واحده كده تبص تلاقينا ايدينا ما شاء الله. مجرد ان احنا بس ايه نشتغل اول واحده بس نغزي عين الشيطان، وبعد كده تلاقي ايدينا ما شاء الله بتسبقنا. ببتدي هنا طبعا اللي عارفين ان الجو برد، فالزبده بتاعتي ابتدت تجمد، فبدهن الجلاش بتاعتي واحده واحده علشان تاخد لون موحد. وهنا ببقى مشغله الفرن بقى على درجه حراره 180، بتبتدي تاخد لون من تحت واشغل عليها الشوايه من فوق. لو عايزاها تاخد لون من تحت ولون من فوق بتسيبيها على نار هاديه وهي بتاخد اللون الموحد، يعني اللون بالشكل دوت. ما شاء الله كده يعني اللون حلو جدا. هبتدي بقى انزل بالسيرم بتاعي، السيرم بيكون بارد والجلاش بتاعي بيكون لسه طالع من الفرن. بنزل بالسيرم بتاعي بقى بالشكل دوت. شايفين السيرم بتاعي كمان تقيل كده وحاجه كده ما شاء الله، يعني حاجه كده فخمه. طبعا بخلص الكمية كلها وبسيبه بقى يتشرب خالص، وبعد كده نقدمه في طبق التقديم مع بعض. وبصفي السكر الزايد دوت لغاية بسيب الجلاش بتاعي ياخد السكر اللي هو محتاجه. طبعا شايفين منظره حاجة كده ما شاء الله. شايفين المنظر، هقرب لكم الكاميرا كمان علشان تشوفوا الشكل بتاعه، يعني حاجة كده تحفة بجد. شايفين الشكل؟ طلع معايا الكمية دي وكمان طلع معايا طبق كمان، حاجة كده ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة.